السلام عليكم. اليوم راح نسوي كيكة النارجيل بنكهة البرتقال. فهيكون معنا كوبين نارجيل، وعندنا 3 حبات بيض حرارة الغرفة، وعندنا 3 ملاعق زبدة، وعندنا كوب واحد كريمة الخفق، عندنا ملعقة كبيرة زين بيكنج باودر 6 ظرف، سكر السفيانة. وهاي نكهة البرتقال مرة طيبة. أول راح نخلي البيض. بعد ما خلينا البيض نخلي كوب واحد كريمة الخفق، نضيف عليها بيكنج باودر، نضيف عليها الزبدة، وراح الحين نخلي سكر السفيانة ونكهة البرتقال. بعد ما خليت السكر السفيانة ونكهة البرتقال نخلطهم كلهم مع بعض المكونات. بعدين نخلي ببشور جوز الهند كوبين. وانا عندي الفرن ترى حامي خلاص من فوق من تحت 180 درجة حرارة. على هاي الصينية نخلط هذا كلهم مع بعض. هذا الكوب الأول ونفس الشيء الكوب الثاني. هذا نخلطهم كلهم مع بعض. بعدين نخليه الصينية مع الفرن. بعد ما نخلط كلهم مع بعض نخليه الصينية مع الفرن، وندخل الفرن من 15 دقيقة من فوق من تحت درجة الحرارة 180. بعد ما خلطناهم كلهم مع بعض النارجيل شرب الماء هذا كامل. الحين نخلي الصينية الفرن، نخلي الورقة تبدأ عشان ما ينزق. الحين كيف بعد ما خليناها تتماسك كامل احنا ندخلها على الفرن فوق من تحت درجة حرارة 180 ربع ساعة. والنهاية ما شاء الله بعد ما طلعناها من الفرن نحط عليها حليب مكثف. كل مرة كامل تشرب. إذا حابين تزينوها مكسرات على راحتكم. حابة زينة فستق الحلبي. هاي النهاية ربوا علينا وعليكم العافية. اليوم ما شاء الله سوينا كيكة النارجيل بنكهة البرتقال وحليب مكثف كيتوني. شوف كيف ما شاء الله طلع. يا ويل حال والله الطعم مرة